البداية احنا كنا من المتسوقين، العوائل المتسوقة. نعم. دخلنا يعني للمدن نتسوق، فحصلت يعني نار كانت جدا بسيطة، يعني كان بإمكان انه السيطرة عليها لو اكو وسائل اطفاء او وسائل اخرى، يعني يقدرون يسيطرون على الحريق. فكان ما موجود اي وسائل اطفاء، لا قنينات حرائق ولا هذه كانت ما موجودة نهائيا. اصحاب المطعم والموجودين كانوا هدت العوائل، قالت لهم قعدوا ماكو شيء، انا صعدت من الطابق الثالث الى الطابق الرابع، وهم يصعدون بالعوائل ويمنعوهم من الخروج من البنايه. فاهدأوا، ماكو شيء، الموضوع مسيطر عليه. اخر شيء صعدنا للطابق الرابع، كانت به هوايه عوائل تقريبا ما يقارب ليش كانوا يمنعون؟ يعني هاي المعلومه يعني ايضا تحدث عنها السيف قبل. ليش كانوا يمنعونكم؟ نعم. صحيح، كان المنع من اصحاب المطعم موجودين داخل المطعم. ما اعرف شنو كانت الغايه، يعني اللي متسوق، اللي ماخذ سلعه، اللي ماخذ يعني كان يعني بامكانهم ان هم يطلعون العوائل وما دافعين حساب مثل ما تفضلت. فاللي متسوق واللي ماخذ قال لك انا هسه راح يطلعون، راح تصير ضجه وهذه، فكان يعني شغله اموال وهيك شيء. فبعدها يعني قالوا ماكو شيء، اهدئوا، بس هذا الكلام احنا كنا نسمعه من اصحاب المطعم. كان ويانا رجل سوري ويا شخص ثاني، صعدنا بدا يصطحبنا الدرج، صعدنا الطابق الخامس، بعدها الطابق السادس. اثناء صعودنا كان الدخان، يعني نشوف الدخان اثناء صعودي اني من الطابق الثالث الى الطابق الرابع. وصلت للخامس اشوف العوائل كل من يعني يشوف له مكان يقعد به، يعني كان فكرهم ان هم مسيطرين، لان هم وهم والعالم احنا مسيطرين على الحريق. فاللي دخل بالحمامات، اللي يعني اراد يعني يخلص نفسه، واللي يعني ينتظر من عندهم يطفون النار ويطلعون، هاي كان اللي ببالهم. ما كانوا يقدرون ينزلون؟ منعوا النزول. لا كان لا منعوا النزول. اصحاب البنايه العمال اللي موجودين منعوا النزول العوائل. بعدها يعني لان ما دافعين حساب منوع العوائل النزول، اضطرت. اي طبعا، يعني هو يعني اكو هيك يعني فكره ان هم يعني اللي متسوق واللي نعم اللي متسوق واللي هذه يعني كان مدافع الحساب. المهم صعدنا احنا للطابق من الطابق الثالث، انا صعدت لحد الطابق الخامس، انا على الدرج اصعد وياي عوائل. بدت يعني النار وهذه الدخانه تصير تكثر الدخانه. صعدنا للطابق العلوي كلش السادس، كان الطابق السادس بغرفه. اصطحبنا الرجل سوري ويا احد الاشخاص من داخل المطعم، لان هو يحكي ويانا، يعني يحكي ويانا وهو يعني من اصحاب المطعم، يعني يندل المكان ويعرف بعدها صعدنا للفوق، قال هاي اكو غرفه. كانت غرفه يعني كلش كبيره. طفت الكهرباء واحنا جوا، يعني كان بامكانهم ينقذون العالم، يعني خلال نص ساعه يخرجون، ماكو هيج ضحايا لهذا العدد. فصعدنا فوق، دخلونا بالغرفه اللي فوق الطابق السادس. صعدنا بالغرفه الطابق السادس، دخلونا غرفه بها شراب وهيك اسره وهذه. قالوا اطلعوا من الغرفه هذه بدت يعني شلون تصير بها حراره. الصور اللي شفنا اللي